اجمل تحليه ممكن تعملها في الشتاء هي البليله. كلها قيمات غذائيه، بتاكل القمح بالغلاف بتاعه والقمح بالغلاف بتاعه، كله قيمات غذائيه للكبير وللصغير. شوف عملنا قد ايه، ونص كيلو غله وكيلو لبن وحاجات بسيطه. بتعملي حاجات حلوه في بيتك كده من غير ما تجيبها من بره وتكلفي نفسك ومش عارفه معموله ازاي. ريحه الحاجه كده انت بتعملها في البيت اصلا بتخلي نفسيتك كده مبسوطه وعيالك ملمومين حواليكي ما شاء الله يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. بصوا بقى يا حبايبي، والله مهما اتكلم ومهما اقول على فوائد البليلة مش هتصدقوا. انا هقول لكم بعض الفوائد البسيطة كده وانا بتكلم معاكم، بس ادخلوا دلوقتي كده ابحثوا عن فوائد البليلة او القمح بغلافه او الغلة بغلافها، وانت هتقوم على طول تعملي البليلة. وخصوصا لما تعملها بطريقتي، طريقة اقتصادية ما فيهاش كلكعة كتير، بقت مش مكلفة، وكمان هتستوي معاكي مسافة نص ساعة. وهقول لك ايه السر اللي خلاها تستوي معاكي بسرعة جدا، وطعمها حلو قوي البليلة يا جماعة. والله يعني انا مش عايزة اتكلم كتير، انا هدخل دلوقتي معاكم في الفيديو وهتشوفي الطريقة وتحضرها بطريقتي بإذن الله. الكل هيشكرك عليها، ولو عيالك ما بيحبوش البليلة جربيها انك تعمليها بطريقتي وقدمها لهم بالطريقة البسيطة ديت، وبإذن الله تنطلب منك كل ليلة. وخصوصا ان هي بتاخدش وقت كتير، ممتازة قوي في الشتاء، بتحسس بالدفى وكمان بتملى البطن كده وتحسسك بالشبع، ما بتخليناش ناكله كتير. ممتازة قوي للناس اللي عاملة دايت. المهم يا حبايبي يلا كده نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ونقول احنا حضرنا البليلة بسرعة ازاي. اول حاجة بتجيبي نص كيلو قمح او غلة او كيلو او ربع، المهم بس تعملي البليلة وخلاص، لان لو جربتها مرة باذن الله تعملها على طول. تجيب الكميه اللي انت عايزاها من عند اي عطار او اي سوبر ماركت، وبعد كده بتنقاها كويس من اي حاجه فيها. ولو لقيتي فيها طينه كتير، طبعا دي كان فيها طينه كتير لانها جايه من البلد، بتنقعها في ميه لما تبوش من الطينه، وبعد كده بتغسليها وتحطها في مصفى لما تتصفى خالص، وبعد كده بتغلي ميه وتحطها على الغله. سيبكم بقى في الفيديو يا حبايبي، ما تنسوش تحطوا له لايك، الله يكرمكم، وتشتركوا في قناتي. بصوا يا حبايبي، بعد ما نقعت الغله لمده 24 ساعه، طبعا كنت غسلاها ومنضفاها، الميه ديت انا مش هرميها. سمعت مؤخرا يعني كل الناس بتقول كده ان ميه نقع الغله او القمح مفيده جدا، فاللي يقدر يشربها يشربها. انا بصراحه كنت باخد الميه ديت اسيبها على القمح واسوي البليله بيها. لو انت بقى عايزه تسوي البليله بالميه بتاعه القمح سويها، لو عايزه تاخدها تشربيها خديها. طبعا بتكون غاليه الميه، حطها على الغله بتاعتك كده، تعملي كميه بقى وتشيلها في الفريزر. كل ما تعوزي تطلعي كيس، بس تخزني حاجتك في الكيس البلاستيك، تطلعي كيس حطي ميه كتير عشان تاخد ميه يعني. وتعملوا الحاجات اللي احنا هنعملها بعد ايه الغله ما تاخد ايه زي 10 دقايق كده ولا ربع ساعه على النار، وبعد كده نرجع نشوف احنا هنعمل ايه بقى. بصوا بقى يا حبايبي، بعد ما عدى عليها ربع ساعه والنار عاليه، بعد كده بتهدي النار وتعملها وسط، وتضيف عليها 3-4 معالق سكر. طبعا السكر حسب الرغبه. اولا السكر بيساعد القمح ان هو يستوي معاك بسرعه، وكمان بيخلي الغله تستوي بالسكر كده يبقى طعمها مسكر وحلو. سيبها على نار ايه هاديه بقى او متوسطه كمان نص ساعه كده. بصوا حبايبي ما شاء الله ما خدتش حتى نص ساعه، استوت بسرعه لانها منقوعه طول الليل في الميه. فكل ما تنقعي الغله في الميه فتره طويله ما تاخدش معاكي نار كتيره وتستوي بسرعه. شايفين ما شاء الله تفتحي اتعملت ازاي. ونحط بقى ايه عليها ايه، عايزه تضيفي جوزة هند ضيفي، عايزه تضيفي قرفه ضيفي، بس يبقى على الاطباق احسن يعني عشان كل واحد ياكل اللي هو عايزه. بس طبعا لابد من الفانيليا، هتحط 2 باكو فانيليا. لو عندك فانيليا خام زي دي هتحط زي ب2-3 جنيه كده، دي ب5 جنيه، بس ما تكتريش منها عشان ايه بتمرر. الفانيليا الخام دي بتمرر. بعد كده هجيب كيلو لبن، طبعا انا عامله نص كيلو غله او يعني كيلو لاتين، اكتر من نص كيلو شويه. كل ما تحط لبن اكتر كل ما اديتك ايه قيمه غذائيه اكتر، وبقى طعمها احلى واحلى يعني. طبعا يفضل تجيب لبن كامل الدسم بيبقى طعمه حلو قوي. عندي كريم شانتيه ممكن تضيفي لي اللبن برده، بس انا بصراحه هكتفي بس بالايه بالنشا، يعني نقتصد على قد ما نقدر. بس اللي عنده يعني يحط عادي، انا عنده والله بس مش حاطه. هي كده كده هتبقى طعمها حلو
وبتعجب العيال على كده بالنشا والسكر. وطبعا هنزينها دلوقتي بشويه مكسرات وشويه حاجات حلوه كده، بالصحه والعافيه ايه على قلوبكم يا رب. كوبايه اللبن بتاخد معاكي معلقه نشا. دولت مثلا 4 كوبايات لبن، حطيت عليهم ايه 4 معالق ايه نشا. لو عايزاها تقيله هتضيفي كمان ايه معلقه، وتزودي كمان شويه سكر. عايزه تحطي السكر كله في اول ما تسوي الغله او القمح، عايزه تحطي نص دلوقتي ونص وانت بتسوي الغله في الاول، برضو الاتنين حلوين. حتى لو بقت عادبه معاكي بعد ما تسويها وتظبطيها ممكن تحطي لها سكر تاني. احنا عن نفسنا بنحب الحاجه مسكره، بس ما انصحش بصراحه بكتر السكر لانه غلط. ربنا يحفظ ويسلم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. في الوقت ده بقى هتعلي النار، طبعا كنت مهديه النار. تنزلي بالنشا اللي انت عملتها باللبن، طبعا ايدك فيها على طول. هرجع لكم بقى ايه بعد ما تدخل خالص ونغرفها مع بعض. بصوا حبايبي التورته بقت عامله ازاي ما شاء الله. عملتها كلها واحطها في التلاجة كده ونسيب الله مسافه 2-3 هتكون خالصه. انت بقى لو ما عندكيش سحب كتير عليها هتشيل الغله بعد ما تستوي معاكي في اكياس، وبعد كده ايه تبقى تطلعها تحط عليها اللبن والنشا وتعملها زي ما انت عايزه. لو عندك الاضافه دي بقى ضيفيها على البليله تدي لها طعم ايه فظيع. يعني انا شايفه السمنه البلدي افضل من الكريم شانتيه، لان الكريمه ما بتبانش في البليله زي طعم السمنه البلدي. النشا بتغطي على طعم الكريمه. هدي لها غلوه كده ايه مع السمنه، وبعد كده نغرفها مع بعض. اجمل تحليه ممكن تعملها في الشتاء هي البليله، كلها قيمات غذائيه. بتاكل القمح بالغلاف بتاعه والقمح بالغلاف بتاعه، كله قيمات غذائيه للكبير وللصغير، ولبن ونشا حاجات جميله كلها بصراحه ما شاء الله. شوف عملنا قد ايه، ونص كيلو غله وكيلو لبن وحاجات بسيطه. بتعملي حاجات حلوه في بيتك كده من غير ما تجيبها من بره وتكلفي نفسك ومش عارفه معموله ازاي. ريحه الحاجه كده انت بتعمليها في البيت اصلا بتخلي نفسيتك كده مبسوطه وعيالك ملمومين حواليكي ما شاء الله. يعني خلاص بصوا بقى يا حبايبي نغرف اهو ان شاء الله. اول حاجه كده الكنافه، لو عندك كنافه انا طبعا بحمص الكنافه واشيلها كده ايه في برطمان او في علبه واسيبها في التلاجة. بستخدمها في الحاجات اللي زي دي. اول حاجه كده تحط ايه شويه كنافه كده تحت، تقول لكم لو انت بتحبي الحاجه مسكره هتحطي الكنافه كده وتحطي فوقها شويه عسل صغيرين كده، وبعدها نغرف، وبعدين نحط شويه كنافه، وبعدين نحط شويه عسل. لو عندك جلاش ممكن تستعمليه بدل الكنافه. طبعا اللبن الجاموسي بيديكي شكل فاتح عن كده. هنزينها بايه بقى؟ ممكن تزيناها كريسبي اللي زي ده كده، حاجه بس ايه تكسر اللون معاكي كده، وتيجي شويه زبيب في النص كده، وممكن تعكسي تعملي كده ولو عندك سوداني ممكن تعمله بالسوداني او اي مكسرات. وممكن تحطوا كنافه. العلبه اللي زي دي تبقى مليانه كده ب25 جنيه. بسم الله ندوق مع بعض بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله، ما شاء الله والله ما هو كلام، طعمها رهيب.
اقفل الفيديو معاكم بقى وبعدين ايه اخلص اكل. مفيش اجمل من البليله في الجو ده. يا رب يكون الفيديو عجبكم يا حبايبي ونال رضاكم، واتمنى تكونوا استفدتوا منه. واعملي بليله لاولادك ودفيهم وغذيهم. وكده الفيديو بتاعنا خلص يا حبايبي. اتمنى لو كان عجبكم واستفدتوا منه ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناه. واذا كنتوا ضيوف جديده يشرفني وينورني اشتراككم ووجودكم عندي. وكده الفيديو خلص يا حبايبي. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.